السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد. مدة هذه ما عمرنا حطينا شي فيديو. اليوم لكن لي ظروف. اليوم غنهضروا على واحد الظاهرة اللي الاغلبية ديال الاصدقاء كان تلاقيت معاهم. كل واحد كيقول كل شيء قال لك اودي هاد الايامات وليت كنقيس الباب ديال الدار، كنسلم مع شي واحد كيضربني الضو، كنقيس شي كارطونه كيضربني الضو اكسيتيرا. هذا هو ما يسمى بالكهرباء الساكنه. كهرباء الساكنه اشنا هي؟ كهرباء الساكنه كنعرفوا ان الجسم ديالنا مكون من ذرات، يعني مكون من ذرات، يعني من ماده، والماده مكونه من ذرات، والذرات مكونه من بروتونات والكترونات. الوغ شنو كيطرا ملي الجسم ديالنا كيطرا الاحتكاك بينه وبين الملابس ولا الاجسام اللي كاينين في المحيط ديالنا؟ كيطرا اكتساب الالكترونات. ملي كيكون في الحراره، ملي كيتسخن الماده ديال الجسم ديالنا كتكسب الالكترونات، يعني كتكسب الالكترونات من ديك الماده، كتولي مشارجيه نيجاتيفمون، مشارجيه سلبيه. ماشي الطاقه السلبيه اللي كنهضروا عليها، لا هذا الشخص جاب الطاقه السلبيه ديالو خويا، لا بالعكس. هذه كتسمى الجزيئات ولا الماده الذرات ديال الجسم ديالنا اكتسبت الكترونات، يعني ما ولاش عندها التعادل الكهربائي، ولاو الالكترونات فايتين البروتونات، يعني كتولي مشارجيه نيجاتيفمون، يعني سلبيا. الوغ اشنو كيطرا ملي كتكون مشحنه سلبيا؟ كاينين بعض المواد اللي كيجبدوا هاد الالكترونات. اون فوا كنقيس مثلا هاد الماده ولا كنقيس هذا، كيطرا التفريغ ديال دوك الالكترونات، كنحس بديك الصعقه الكهربائيه. وهذا الشيء كيوقع غالبا في الاوقات فاش كيكون الجو جاف. ما معنى جاف؟ يعني جو جاف في فصل الخريف، فصل الشتاء، وبعض الاشهر في فصل الربيع. شنو كيطرا ديك الساعه؟ الجو كيكون جاف، يعني الجو ما كيكونش محمل بالجزيئات ديال الماء اللي كيطرا التفريغ معاهم. دونك ضروري ما نقيس شي حاجه اللي غنفرغ منها. اما بالنسبه للصيف، علاش ما كنحسوش بها؟ حيت الصيف كيكون الجو رطب، ويتم تفريغ هاد الشحنات الكهربائيه السلبيه الزائده مع الجزيئات ديال الماء اللي كاينين في الجو. الوغ باش نتفادى هذه الظاهره، غنحاول ما امكن نبقى ندهني يديا بشي كريم باش يطرا التفريغ ديال دوك الشحنات الكهربائيه عن طريق داك الكريم، او لا نبقى نهز معايا مثلا الساروت دار في الجيب باش يطرا التفريغ عن هاد الساروت، ولا نتم مره نبقى نتمشى بحفيان باش يطرا تفريغ دوك الشحنات السلبيه عن طريق التربه اللي كنلمسها ولا الارض اللي كنلمسها. هذا مكان. ونتمنى انني حاولت نوصل لكم الفكره، ونضرب لكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله تعالى، نهضروا فيه على شي ظاهره واحده اخرى ولا شي حاجه في الحياه اليوميه ديالنا اللي كتهمنا وكتهمنا جميع. دونك اللي بانت ليه ما شرحتش مزيان ولا شي حاجه ولا غفلت شي حاجه، مرحبا يقولها في الكومنتات وحنا راه الاشاره. وشكرا لكم جميعا. يلا تشاو.